البطولة. والله صراحة باش نقول لك صراحة يا عيسى اقسم لك بالله ما نتمنى حتى واحد يكون في بلاصتي صراحة. انا والله حتى واحد نظن باللي هالشيء بسيطة سهلة، يعني نعطيك غير فكرة برك، يعني ولو في بعض الأحيان مشاكلي أنا في الفرق نتمنى تكون مشاكل داخلية ما نقدرش نكلمها في الصحافة، ولكن في بعض الأحيان يعني تقول مش معقول، كاين أشياء مش معقولة. تخيل أنت دير تربص ب 10 أيام في تونس، تربص اللي ربما تقول عندك أهداف منه، الأهداف تاعك كنا ربما بتتكلم على نفسي وعلى الفريق تاعي لما وصلت في مرحلة شوية صعيبة واللي هو معني كذلك بالنسبة للترتيب طبعا. ولهذا نقول باللي انت تدير تربص بشيء من اللاعبين وتقول خاصة من الناحية المعنوية وتستغل الفرصة باش تستغل. صراحة درنا تربص نقول ناجح من ناحية العمل، لأنه كافة اللاعبين بذلوا مجهودات كبيرة، ولكن مع الأسف تكمل 10 أيام تاع تربص تعاود لي قسنطينة باش تخدمها وتصيب واحد غاب لك سمانة، واحد غاب 4 أيام، واحد غاب 6 أيام، واحد غاب 7 أيام، اوتوماتيكمون الشيء اللي خدمته كاع طاح في المال، هذا راجع ربما لاطريف تاع دومون اوتوماتيكمون تصيب روحك يعني اونتر لونكليم ومرتو، يعني اشياء اللي ربما مش متعودها من تعيشها اللي خلتني ربما ما نتقبلهاش صراحه، ما نتقبلهاش وما يخليلكش ربما خاصة في نهاية الموسم. طبعا نهاية الموسم كما كنت تتمنى، وهذا راجع لقلة الوعي، قلة المسؤولية لعدة اشياء. هذا الشيء اللي تاسف له، لهذا نقول لك كيفاش نحضر لنهاية الموسم، نقول لك يعني في ظروف صعيبة، في ظروف صعيبة صراحة. طيب والسيد كمال بوهلال يقول لك خاصة في نهاية الموسم، إذا أثر عليك أثرت عليك البرمجة، ونفهم من كلامك أنه ما كانش هناك انضباط في فريق شباب قسنطينة. صراحة والله صراحة شوف نجم نقول لك باللي هذا اللاطريف عمرنا ما عشناها، باسكو دير التريف أنا من 17 ماي بلوتو من 17 مارس اليوم أنا تقريبا شهر، وزيد حتى يوم 6 ماي تقدر تقول حتى ربما 7 أسابيع. هذا يعني انت تلعب كامل الموسم ما تديش شهر راحه، في بعض الاحيان تدي 15 يوم، في بعض الاحيان تدي 20 يوم منطقه. وانا في نهايه الموسم اوتوماتيكمون تدي قريب شهرين تاع راحه، وبعد كي تلعب مقابلات حتى 3 مقابلات في 8 ايام، يعني تقعد شهرين بلا منافسه، وبعد 3 مقابلات في اسبوع. هذا ثاني شيء مانيش عارف كيفاش نفسره. المقابلات الوديه ما تعودش مقابلات رسميه، يعني ما فيش تركيز، ما فيش لا موتيفاسيون، ما فيش رغبه، في بعض الاحيان يكونوا فيه اصابات اكثر من اللي تكون فيه فائده. بالنسبه للانضباط نظن باللي اكيد، يعني كي تشوف انت ربما المشكل تاعنا سيفريك ما عندناش اداره، احنا مانجر جنرال ومدرب، في بعض الاحيان نسيب روحي انا مدرب وانا مانجر جنرال، ولا يعني نجم نقول لك يعني باش ما نخبيش عليك مش هذا عايشه شيء عايشه. انا صافي بريسك 3 موا وانا كل يوم نكتب غير لي بريه ونكتب غير لي زابسونس ملي جيت وانا ماركي في زابسونس، سادير باش تعطيك فكره دون كيل كونديسيون واحد يخدم، يعني وليو تحوس تحسن مستوى الفريق من الناحيه الفرديه، من الناحيه الجماعيه، من ناحيه الدفاع، من ناحيه الهجوم. اوتوماتيكمون كي يغيب لك لاعب اسبوع خدمه راحت، يغيب تجي تلعب مقابله وديه ما تصيبش لاعبين، يعني هذا شيء مش معقول. هذا الشيء اللي قلقني صراحة. هي ظروف العمل للمدربين في أندية يقال عنها بأنها محترفة سيد عبد القادر. أكيد مع الأسف تنظر الاحتراف هو احتراف في الذهن، مش احتراف في التصرفات، احتراف يعني أنا بعاد صراحة بعاد يعني في بعض هاي المشغول راح تحوزهم قاعد تقعد وحدك. ربي معك. واحد تحوزهم قاعد المشكلة، هذا هو المشكلة. مع الأسف نعم هذا هو المشكل. على كل هذا هو الواقع، وهذه الظروف وعمل كبير وكبير جدا لابد ان يكون. السيد عبد القادر عمراني اشكرك جزيلا. عفوا خويا عيسى، وموفق ان شاء الله. شكرا.